الفيلم ده هيخليك تغير طريقة تفكيرك تماما. فكر كم مرة كنت في مشكلة أو موقف وكنت لازم تاخد فيها قرار وانت عارف ان كل القرارات زفت. ساعتها هتعمل ايه؟ من أول اسم الفيلم والأفيش وقصة الفيلم ولحد النهاية بتاعة الفيلم ده مش عادي. أول حاجة الأفيش كان غريب جدا، أخدني في حتة تانية خالص غير قصة الفيلم. تخيلت ان الفيلم فيه منى زكي بتحاول تسافر وبيكون عندها مشاكل او حتى الطيارة وقعت بيها في الصحراء. اول ما الفيلم نزل انا ما تحمستش اني اشوفه خالص، عشان الافيش فكرني بمسلسل لعبة نيوتن، او لو كانت الطيارة وقعت بيها فطبعا كلنا شفنا القصة دي في 50 فيلم اجنبي وكلهم احلى من بعض. طبعا اللي اكد التحليل ده هو اسم الفيلم رحلة 404 اللي برضو بيوديك ناحية المطار والطيارة، وصناع الفيلم كان ليهم سبب نميس وحويط مش سهل خالص، تقدر تقول صايع يعني، لدرجة ان محدش هيفهمه غيرهم، وهو ان 404 ده ايرور بيطلع لما بتكون على الانترنت في البيج او الصفحة اللي انت بتكون كاتب عنوانها وبتدور عليها بتكون ضايعة او مش موجودة او غيرت عنوانها. فهمت حاجة؟ لا طبعا. حتى بعد ما شرحت لك انا نفسي مش فاهمه، عشان هي لفه كبيره قوي. قولوا لي لو اخدتوا بالكم منها، ممكن تكون المشكله عندي انا شايفه ان النجاح الحقيقي للفيلم حصل لما الفيلم اتعرض على شاهد، مش لما نزل في السينما. اراهنك ان عمرك ما شفت فيلم زي ده. الفيلم بيحكي عن غادة اللي هي منى زكي، اللي هي عندها ماضي مش حلو. انت فاهمه انت بتقولي ايه؟ وبتقرر انها تتوب وتروح تحج علشان تمسح كل ذنوبها. بتدخل في احداث بتخليها تحتاج مبلغ كبير من الفلوس وهو مش معاها، فبتضطر ان هي ترجع للناس اللي هي كانت تعرفهم زمان. ما تقوليش ان انت هتدخلي تقعدي معانا بالطرحه دي علشان تعرف تجيب المبلغ ده، فبتقع في اختبارات واختيارات بتلخبطها. انا المفروض طالعه حج بس مش ثابته. مش هتصدق اللي هقوله لك، ان تصنيف الفيلم ده مش لاقل من 18 سنه، وانا بشوف ان هو مش مستاهل عشان هو ما فيهوش حاجه تذكر. عارفه ان موضوع تصنيف الفيلم ده ممكن يبقى نسبي لحد ما، بس بكل صراحه مقارنه بفيلم لسه شايفينه وهو مش اقل ل 16 سنه، هو ولا حاجه. رأيي مش هتسمعه كتير، وهو ان في تفاصيل كتير جدا في الفيلم عامله جدل بين الناس، زي مثلا لبس الحجاب بتاعها اللي انا بشوف ان هو واقعي بالنسبه للشخصيه، وانها في مرحله من التذبذب وعدم الثبات. رأيي بصراحه منى زكي عملت دور عمرها، محدش بقى يقول لي احكي يا شهرزاد ولا الكلام ده. الفيلم ده طلع منها ممثله جامده جدا وحطها في حته تانية خالص. باقي الممثلين زي محمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا وخالد الصاوي، تقريبا كل حد طلع في مشهد او اتنين بس مؤثرين بشكل خطير، وكل واحد لايق قوي في الدور بتاعه، ما كانش حد ينفع يعمل بداله الدور ده. بس برضو الصراحة بتخليني اني اقول محمد فراج ايه ده، مالوش حل، عمل مشهدين بالظبط بس عالميين. انت فاكره نفسك تايبه وحاجه بجد ولا ايه؟ طول فترة الفيلم انت مش بتزهق ثانية، بالعكس ايقاع الفيلم سريع وانت طول الوقت مشدود في الاحداث الكتيرة اللي في الفيلم، وهتفضل عايز تعرف ايه اللي هيحصل. الفيلم بيوريك خلفية كل شخصية من الأحداث اللي كانت بتربطها بغادة من الحوار بتاعهم بشكل مشوق جدا، وبجد وبدون الدخول في التفاصيل السيناريو والإخراج ما فيهمش غلطة واحدة أو تعليق واحد، بالعكس كان في إبداع من كل النواحي ونقلوا الفيلم في حتة تانية خالص. الفيلم بقى هيخليك تغير تفكيرك تماما، علشان هو فيه فلسفة عميقة، بس مش بمعنى الملل بتاع الفلسفة والأفكار البوهيمية، لأنه هو فيه فلسفة إننا دايما بنكون في سلسلة من المواقف والاختبارات اللي بتخلينا قدام اختيارات بناخدها، بتبين إن طول الوقت جوه كل واحد فينا صراع بين الخير والشر. أنا شخصيا عايزة أعرف وجهة نظرك في الفيلم، وشايف ايه التصرف الصح او التصرف الاقل ضرر اللي كانت غادة لازم تعمله. 1. تبيع العربية والمحل بسعر اقل من قيمتهم. 2. تلغي رحلة الحج. 3. تروح الحفلة. هستنى تكتبولي في التعليقات، وما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، ولازم تشتركوا في القناة
علشان يجيلكوا تنبيه وتكون اول واحد يشوف الفيديو اول ما ينزل. بس كده عشان اتأكد.